تمكن فريق الجيش الملكي من التغلب على ضيفي المغرب التطواني بجوج الأهداف لواحد في المباراة اللي جمعتهم مساء أمس الأحد على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط برسم الدورة 23 للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وسجل للمغرب التطواني يوسف عربيدي في الدقيقة 40 من زمن التباري على إثر مرتد هجومي سريع فاجأ به العساكر، لكن بعد بداية الشوط الثاني والتغييرات التي قام بها المدرب، تمكن فريق الجيش الملكي من تسجيل أولى أهدافه في الدقيقة 63 عن طريق المدافع ديني بورغيس، فيما أضاف الهدف الثاني رضا سليم في الدقيقة 70. وعقب هذه النتيجة ارتقى الجيش الملكي إلى المركز الأول برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوداد البيضاوي، اللي غيستقبل الجيش الملكي بالدورة القادمة بدونور إن شاء الله. هذه المقابلة غتكون فرصة كبيرة للوداد البيضاوي بالانفراد بالصدارة في حالة فوزه على الجيش الملكي، هذا ما نتمناه إن شاء الله. خلال الدورة المقبلة أيضا سيحل المغرب التطواني ضيفا على نادي الحسنية أكادير بمدينة أكادير. هذه المقابلة أكيد ستكون صعبة على المغرب التطواني، لأن حسنية أكادير تمر من مرحلة فراغ ومهددة بالنزول. إلى ذلك الحين نتمنى حظا موفقا لنادي الوداد الرياضي، وإلى اللقاء إن شاء الله.